عاملين ايه يا حلوين؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، وشكرا جدا على كلامكم الجميل على الفيديوهات اللي فاتت. وتعالوا بينا بقى فيديو جديد وجولة جديدة في مكان جديد ان شاء الله يعجبكم. هنروح يا جماعة سوق الجمعة. سوق الجمعة ده اللي في شارع جمال عبد الناصر او في مدينة السلام او تحت كوبري المية، على حسب بقى انتوا بتسموا المنطقة ايه. احنا هنا كده في شارع جمال عبد الناصر، تمام كده. اقرب محطة مترو يا جماعة يا اما تنزلي محطة عمر بن الخطاب وتاخدي توك توك تقولي له وديني عند السوق اللي هو تحت كوبري المية، يا اما تنزلي محطة الهايك ستيب وبرضه هتاخدي توك توك، يا اما تنزلي اول جمال وبرضه هتاخدي توك توك، زي ما انتوا عايزين. المهم يعني سواء بالمترو او بالميكروباص الدنيا سهلة جدا. واول ما توصلي عند كشر الامبراطور انت هنا كده تحت كوبري المية يا جماعة، وده بداية السوق زي ما انتوا شايفين كده اهو. السوق ما شاء الله بقى على الاتجاهين وتحت الكوبري وداخل الشارع. السوق كبير جدا ومتفرع واسعاره حلوه قوي. اول حاجه هنا معانا الخيار ب10، وجوه كمان هتلاقوه ب8. ماشي، خيار زي ما انتوا شايفين حلو وجميل. وعلى فكره برضو جوه السوق شويه برضو هتلاقوه ب8 جنيه. يعني الاسعار مش كلها زي بعض بس قريبه جدا من بعضها. الجزر هنا برضو ب6.5، وفي جزر ب10، يعني زي ما تقولوا درجة اعلى شوية. يعني مثلا ده لو في نسبة كسر او كبير في صغير ومش عارف ايه، في جزر بقى سرح كده وجميل ب10 جنيه برضو هوريهولكم معانا في الفيديو. ماشي، بصراحه الاسعار عجبتني جدا في السوق. عايزه اقول لكم ان انا كنت نازله المفروض يعني هصور بس لما عجبني الاسعار اشتريت حاجات كتير وما كنتش عارفه امشي خالص. السوق الخضار فيه تحفه، واحلى حاجه فيه السمك يا جماعه. السمك رائع. هوريكم برضو اسعار السمك كلها وكذا فرش بكذا سعر. صحيح الاسعار متقاربه بس حاسه ان السمك نفسه مختلف. يعني هنا انا كنت بنقي جزر يكون رفيع كده وصغير، العيال بتحب تقشره وتاكله. بصوا البصل يا جماعه، البصل ب5 جنيه بس اللي هو الناحيه دي. ماشي، ده اللي ب5، وهوريكم اللي هناك ب7.5 عشان هما دايما بيبقوا حاطين سعر الاقل يعني. ده بقى اللي ب7.5 حلو جدا. عايزه اقول لكم في المحلات بيبيعوه ب15 جنيه وب12.5 في اي محل خضري، فان هم يبيعوه ب7.5 حلو قوي. في كمان البصل الاحمر برضو سعره جميل، ب10 جنيه برضو. تنقي اللي انت عايزاه، مفيش حد بيعبي اي حاجه، انت بتنقي كل حاجه بمزاجك. يعني كنت فاكره مثلا ان السوق ده عشان الاسعار رخيصه فانت هما بيعبولك، لا انت بتنقي. قبل اي حاجه كده يا حلوين، نسيت اقول لكم تحطوا لايك للفيديو. والناس اللي بتشوفني لاول مره ما تنسوش تتابعوني وتحطوا اشتراك كده في القناه عشان كل الفيديوهات تنزل لكم اول باول ان شاء الله. كومنت حلو زي كده. وتعالوا بقى نشوف ده البتنجان كان ب6.5، فيه ب15 احلى. ماشي، هو ممكن تنقي منه عادي، هو مش ناشف، هو اخضر. بصوا العنش بتاعه اخضر ازاي، يعني هو لسه طازه وكل حاجه. بس بقى ايه يعني مثلا لو دورتوا هتلاقوا زي ما انا بقول لكم كده. وسعره 6.5، يعني كيلو ونص ب10. بقى على الليمون كان سعره حلو الصراحه 60 جنيه، وكمان ميزانه حلو. لان في اسواق يعني في ناس كده معينين بتبقى اوزانهم او ميزانهم مش كويس. لا الراجل ده كان ميزانه كويس لاني خدت منه يعني بالنظر كده لما نقيت وطلع نص كيلو مثلا، فطلع مظبوط ميزانه حلو. بيبيع انا قلت لكم بكام؟ ب60. كنت بنقي برضو من الكرتونه دي علشان خاطر يعني ايه، قلت انا بحب الليمونه الصفراء الكبيره. بالمناسبه هو معاه ليمون ب40 و20 كمان، بس سيء جدا طبعا. يعني اللي ب40 انت تنقي منه، واللي ب20 ده عامل اكياس انصاص كده الكيسه ب10. بس الليمون منتهي لونه بني، عارفه الليمون لما تقعد كتير في التلاجة هو ده. بس في ناس بتاخده بيقولوا بيغسلوا مثلا بيه فراخ او حاجه، فقلت برضو اقول لكم يمكن تاخدوا فكره. بما ان الليمون صعب جدا دلوقتي تاخدي مثلا ليمون ب120 وتغسلي بيه فراخ او كده، فممكن لو هي مثلا قشرتها بس اللي بايظه معرفش، ممكن تجربوه. ممكن ابقى اوريكم الكيس، معرفش انا صورته ولا لا. لكن سواء الكرتونه او اللي قدامي اللي انا بنقي منه ده، الكيلو يا جماعه كان ب60 جنيه. انا نقيت منه نص ب30. ماشي، فبصراحه سعره حلو لان انا لسه من يومين جايبه نص ب60. النص ب60 لانه سعره 120 جنيه عندنا يعني. فبرضو لو انتوا عايزين يقعد معاكم شويه هاتوا الاخضر، بس انا بجيبه اصفر لانه بيستخدم على طول ما بيقعدش. وكمان الصفرة بيكون فيها ميه. كنت اتمنى اكون وريتكم الكيس اللي هو كان ب10 جنيه اهو. شايفين هي الليمون ملون كده اهو. ده الكيس من دول فيه نص كيلو ب10 جنيه. في ناس خدت منه زي ما قلت لكم لغسيل الفراخ يا جماعه. هنشوف حاجات كتير النهارده في الفيديو، انواع سمك كتير جدا وبياعين كتار الصراحه واسعارهم متفاوته. دي بطاطس على جنب كده ب3 ب10، ودي ب5 وب6.5. اللي قدامنا حاليا دي ب5، ولما يفتح الشوال التاني هيكون ب6.5.
والبصل ب8. البصل كيلو وربع ب10 جنيه زي ما انتوا شايفين، واللي كان قبله على طول كان ب7.5، ما فرقتش كتير. تمام. بعد كده هنخرج، هاخدكم بقول لكم هاخدكم خرجكم معايا. هنا في بيض على فكره برضو بيبيع الطبق ب90 جنيه. لو كنتوا فاكرين اللي شفناه في سوق التلات كان بيبيع الطبق ب100، ده بيبيع الطبق ب90 جنيه. ماشي. برضو قولوا لنا لو جربتوه او كده، عشان انا معرفش برضو الصراحه، ما جربتوش قبل كده. في هنا الجزر ب3.5 زي ما وريتكم كده في بدايه اللقطه. يعني ب3.5، 3 ب10، ومعاها حبه اكبر شويه بكام؟ ب6.5. تعالوا بقى على الخضره والحاجات الفريش البلدي دي، وشويه ورق العنب القمر دول. بتبيع ورق العنب ب50، خفيف جدا وفريش كده وفاتح وجميل. وبتبيع الخضره ال4 ب5، وكمان معاها ملوخيه بلدي مش صوب. الملوخيه البلدي بتبيعها ب25 جنيه. تمام. خدت منها ملوخيه وورق عنب، بصراحه حاجتها جميله ما شاء الله. بصوا الملوخيه جميله ازاي، قد ايه تحفه، خضره كده وجميله الصراحه. وفي نفس الوقت مش ورقها نايمان على نفسه كده من كتر ما من الحر. الجو الحمد لله النهارده الجمعه كان جميل وما كانش حر خالص، فبصراحه الخضار كان حلو قوي. الملوخيه قلت لكم الكيلو، بصوا حلوه ازاي، الكيلو ب25. وورق العنب برضو ب50. بصوا ورق العنب بتاعها جميل ازاي برضو، يعني حلو وخفيف. فبصراحة يعني ايه، في ورق كده يا جماعة بتبقى الورقة مزرقة وعروقها حمرا وتقيلة وبتخرفش كده، عارفينها الورقة اللي بتتكسر دي بتبقى وحشة اوي الصراحة. لكن الورقة البناتي القمر دي بتبقى حلوة. نيجي بقى برضو للبطاطس. البطاطس دي يا جماعة برضو ب5 جنيه. بصراحة اسعار البطاطس في السوق حلوة قوي. بصوا ب5 جنيه، ومعاه شويلة، وبتنقي زي ما انت عايزة، يعني مش ب5 وهو يعبيها، لا انت بتنقي اللي انت عايزاه. فسعرها برضو حلو. صحيح بتتعبي شوية على ما تنقي بطاطس تعجبك، لان بس بتبقى كلها في بعضها مش متصفيه مثلا، يعني مش بينقضها. اقصد ان هو مثلا يشيل المعوجه المخرمه مش عارف ايه، لا كله في بعضه. انت بتنقي. بيبيع زي ما قلت لكم الكيلو ب5 جنيه. بس خلي بالكم، في ناس في السوق سمعت الله اعلم ان هم موازينهم مش بتبقى مظبوطه. ماشي. يعني مثلا ال6 كيلو عنده يبقوا 5، فاهمين قصدي؟ بتبقى في الحاجات دي، بس السعر بيشيلها. يعني مثلا الراجل ده بيبيع ب5 جنيه، لو انت جيتي لقيتي مثلا الميزان عنده ناقص، فهيبقى انت كأنك جبتيها ب6 جنيه، فبرضو انت مش خسرانة كتير، وهو برضو اللي شال الذنب. ماشي في موضوع الميزان ده. بالنسبة لطقم المصفى الستانلس ده يا جماعة ب350 جنيه. هو مش تقيل ومش خفيف، يعني وسط. تمام. عنده رفايع كتير برضو، عنده الوك دي ب250. بس خلي بالكو ان دي الصاج مش الومنيوم، هي تقيلة وكل حاجة. بس ناس كتير لما كنت بصورها بيقولوا انها بتصدي. فانا عن نفسي عجباني قوي، بس بخاف منها. بيعجبني سعرها لانها كبيرة وشكلها شيك وحلو، بس بخاف منها انها تصدي. السكينة دي ب20 جنيه. الماسك برضو ب20. مضرب البيض ب25. المعلقة السيليكون او السباتولا ب25. ماشي. في كمان بقى فرشة سمك اهي. فرشات السمك كتيرة جدا جدا في السوق ده، يعني تكاد تكون كل 10 متر و5 متر بتلاقي فرشة سمك. البولتي عندهم من 70، 80، 90، 100. التونة اللي قدامنا دي قالت ب110، طب ب100 ماشي، هي ماكريل بس صغير. ماشي. البولتي اللي قدامنا ده على طول ده ب100، اللي هو الكبير، الحجم الكبير بيبقى ب100 وب110 كمان في السوق. بس اهم حاجة في السمك طبعا تبقوا انتوا عارفين ان السمكة لازم تبقى فريش، ما تبقاش طرية كده. وكمان عينها تبقى بتلمع كده ومفتحة وجميلة. لكن بالنسبة للاسماك المجمدة زي التونة اللي قدامنا دي بتبقى اصلا مجمدة، يعني ما تدوريش بقى على عين وبتاع، بتبقى اصلا ضايعة يعني لانها اصلا مجمدة مش فريش. تمام. كمان كان معاها السردين ب70، وكان معاها المكرونه ب80. ماشي. السردين بتاعها ب70. في قدام شويه هوريك واحد معاه سردين تحفه كانه لسه مصطاده دلوقتي، يعني جميل. في برضو سمك تاني، دي فرشه تانية بيبيع السمك اللي قدامنا ده الكبير اللي هو شبه البوري ده، بيبيعوه ب100. انا معرفش اسمه ايه، قلتولي عليه في فيديو سوق التلات ونسيته. وكان معاه ماكريل ومكرونه بيبيعهم ب80. وفي بولتي تاني ب80، ده ب70 اللي هو رمادة. ايوه ده. وتعالوا اوريكم اللي ب80 اهو.
يعني هو الفرق بس في الحجم الصغير وكبير. ده ب80، التاني اصغر منه شويه. ماشي اهو. هو بيقول فريش، وبرده هيورينا يعني الخياشيم بتاعته حمرا خالص، بس مش السمكه المحمره، السمكه المخضره. وبصراحه انا ما بعرفش يعني انواع السمك خالص، وما بعرفش افرق بينه، بس يعني بفضل السمكه المحمره اكتر، بس ما اعرفش ليه. بس بس السمك بتاعه كان فريش وجميل، وكان معاه انواع كتير زي ما قلت لكم. وكان معاه جمبري ب 250 ماشي، اللي هو حطه في ميه هناك ده. وكان معاه السردين ب70 ماشي اهو. كمية سمك ما شاء الله في السوق جميلة جميلة بجد زي ما انتوا شايفين. والكبيرة دي انا قلت لكم ب100 سيلفر، بيقولوا اسمها سيلفر، معرفش هل ده اسم صحيح او لا، انتوا اللي قلتولي عليه. بس هي برضو لونها مخضر شوية وسمكة كبيرة كده، بس معرفش بقى حلوة او لا. في برضو فرشات طبعا طرح ولبس عادي جدا في السوق، بتبيع الطرحة دي ب80 ماشي، ودي ب100. اللي في ايدي دي اللي هي السودا دي، في منها معاها بيج وابيض ودرجات كتير يعني، بتبيعها ب100 هي وكل اللي تحتها بقى ماشي. ومعاها بندانات، البندانة في الاتنين ب15، يعني الواحدة ب7.5، وفي البندانة الواحدة ب10. دي قالت لي ب100. انا كنت بقول لها زي اللي معايا، انا لابسه اختها بس على اخف شويه من اللي معايا. والبندانات اللي في الطبق ب7.5. وتعالوا اوريكم الطماطم باظت جدا وبقت وحشه قوي وغليت. يعني فاكرين في رمضان كانت الناس كلها خزنت كميات مهوله من الطماطم علشان كانت رخيصه وحلوه، دلوقتي غاليه ووحشه. في كمان عندنا حافظات السجاد اللي انتوا شايفينها دي، عندهم الاتنين في 3 صافي ب570 جنيه، وطبعا ده سعر مبدئي، في اسعار تانية. وعنده الدوت بس مش 2 في 3 صافي، 2 الا ربع في 3 الا ربع ب370 جنيه. وبرده يا جماعة ده سعر مبدئي، بس الحقيقة بقى ان هم عنده فرز اول مفهومش اي ديفوهات، واشكال والوان بقى زي ما انتوا عاوزين. الفرش ما شاء الله كبير جدا ومتنوع، وزي ما قلت لكم بقى ايه على المقاسات اللي موجودة عنده والاسعار. ودي احلى فرشة سمك شفتها وخدت منها. الراجل السماك ده السمك بتاعه ما شاء الله فريش، عايزه اقول لكم مخلص كميات، يعني العلب اللي هو او البوكسات اللي بيحط فيها دي مفضي منها كميات. يعني انتوا شايفين السمك قدامه قليل، في تاني هيفتحوا ماشي. فانا كنت بشوف هاخد من انهي بوكس فيهم. ده ب90 ماشي، بس ده برضو مش المحمر. انتوا عارفين بقى ايه يعني معنى انها محمره بالنسبه لي انها فريش، هو ده برضو فريش بس معرفش. وبصوا عينها ما شاء الله بتلمع ازاي. بس برضو يعني الواحد بيفضل، انتوا قولولي برضو في الكومنتات ايه الفرق بين السمكة اللي لونها كله رمادي كده والسمكة اللي تكون محمرة شوية، ايه الفرق بينهم ماشي. وهوريكم انهي واحد اللي انا خدت منه. كان معاه برضو الطبار مش البوري، اللي هي رفيعة شوية، تكون راسها رفيعة زي ما انتوا شايفين. هوريها لكم برضو، بصوا بتكون راسها مساوات جسمها كلهم سوا واحد. لكن البوري راسها بتكون مبططة ويكون حجمه اكبر. كان بيبيع الطبار ب120. السردين بتاعه كان ب70. والتونة اللي في ايده دي اسمها تونة، معرفش اسمها تونة ايه الصراحة، ب80. الكيلو ربع ب100 ماشي. فبصراحة حاجته جميلة جدا. وهنوقف الفيديو لحد هنا، واكمل لكم ان شاء الله الفيديو في جزء تاني علشان خاطر ما طولش عليكم. وفي فروشات تانية كتير هنشوفها مع بعض، وفروشات البالة وحاجات كتير جدا هنشوفها مع بعض ان شاء الله في الفيديو. وده البوكس بتاع السمك الجديد اللي فتحه خالص، خدت منه بصراحة جميل، وبرده بيبيعه ب100 جنيه. ونكمل في الجزء التاني. حلوين، اشوفكم فيديو جديد وجولة جديدة، مع السلامة.